اليوم غادي نبارطاجي معكم كعب غزال ولا سلطان ديال الدواز اتاي بواحد الطريقه سهله رائعه وزوينه، والاهم من هذا الشيء من يدات الوالده. نص كيلو ديال الطحين، نص معلقه ديال المسكه الحره، معلقه صغيره ديال السنيده. السنيده ضروريه في العجينه ديال كعب غزال، هي اللي كتعطي التحميره للكعب غزال. قريصه د الملحه، 4 كاس ديال الزيت، 4 كاس ديال الزهر. نجمعوا هذه العجينه كامله بالماء حتى تجمع. درناها في السلوفان ونخليوها ترتاح في الثلاجه. خدينا هنايا كيلو ديال اللوز وزدنا معاه نص كيلو ديال سنيده وطحناه مزيان. معلقه ديال المسكه الحر، 3 المعالق ديال الزبده دايبه مع السمن الحره، و4 كاس ديال الزهر. ونعركوه مزيان. كدير في يديها شويه ديال الزيت وكتحربلهم على هذا الشكل هذا. ناخذ طريف ديال العجينه ونطلقوه بالدلاك ديالنا. ناخذ حربول ديال اللوز ونطوي عليه العجينه، وكتبدا كتقادهم بالجنيبات، كتكي عليهم من التحت حتى الفوق حتى كتعطينا الشكل ديال الكعب غزاله. ناخذ الناعوره ونبدا كنقطع في العجينه الزايده. انا ناخذ واحد اللقاط وكتبدا كتزوق فيها على هذا الشكل. بعد ما كيتشمع خديت بيضه طربتها مزيان ونبدا ندهن في كعب غزال. نشعل عليه من الفران من التحت حتى يشد راسو، ونولي نشعل عليه من الفوق حتى يتحمر مزيان. ابو تحمرنا على هذا الشكل هذا، قدمناه في الطبيصيل ديالنا، وما بقى ليا الا نقول لكم بالصحه والراحه وتبارك الله عليكم. ما تنساونيش بلي لايك